تعالوا النهاردة اما نعمل كيكة الريد فيلفت. كيكة كده طعمها تحفة بجد رهيبة. طعمها مختلف عن اي كيكة عملناها قبل كده، بجد تحفة. بس قبل ما نبتدي، لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي غاية. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير للفيديو. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا هنعمل كيكة خطيرة. زي ما احنا عارفين، لما بنيجي نعمل اي كيكة بنشغل الفرن بتاعنا الاول على درجة حرارة 180، وبعد كده ببتدي اعمل الكيكة بتاعتي. عندي 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. انا البيض كان عندي صغير فانا استخدمت 4. لو البيض حجمه كويس استخدمه 3 بس. وبعد كده حطيت معلقة صغيرة فانيلا وهبتدي اضربهم بالمضرب كده. وعادي جدا ممكن تعملوها في الخلاط لحد ما يبقى عندي بالشكل ده. بعد كده هضيف باقي المكونات. عندي 1.25 كوب من السكر. السكر هنا كان مظبوط جدا، ما تحاولوش تزودوا عن كده. وبعد كده هحط 1.25 كوب زيت على زبدة، وممكن تستخدموا زيت بس. وهحط 1.5 كوب من اللبن الرايب. هي الكيكة دي بتتعمل بلبن رايب، بس ممكن تحطوا لبن عادي وتحطوا عليه شوية خل، بس اللبن يبقى دافي عشان يروب معاكم. وبعد كده برضو حطيت معلقة خل، وهحط اللون الأحمر ده. أنا حطيت من اللون ده حوالي 4 معالق كبار. طبعا على حسب اللون اللي انت هتحطوه تركيزه عامل ازاي. في الجل ده هتستخدمه طبعا أقل من كده بكتير. وبعد كده هضرب المكونات كلها مع بعض كده لحد ما تبقى عندي بالشكل ده. بعد كده هضيف المكونات الجافة اللي هي 2.5 كوب دقيق بنفس الكوباية اللي انا عايرت بيها كل حاجة. وهحط عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر، ونص معلقة بيكنج صودا او بيكربونات الصوديوم. وبعد كده حطيت معلقتين كبار كاكاو ورشة الملح، وهبتدي انخلهم مع بعض كده. وبعد كده هقلب خليط الكيك كده. انا هقلبه بالمضرب، بس هشغله حوالي دقيقة واحدة بس عشان الجلوتين اللي في الدقيق ما يشتغلش والكيكة تنشف معايا. ممكن تستغنوا عن الخطوة دي وتعملوه بالمضرب العادي اللي هو اليدوي ده براحتكم خالص. وهتأكد ان مفيش اي دقيق تحت، وهو ده بيبقى قوام الكيكة. بعد كده عندي صينية حاطة فيها ورق زبدة، او ممكن تدهنوها زبدة وترشوها رشة دقيق. وبعد كده هفضي فيها خليط الكيك بتاعي. هخبطها خبطتين كده وهطلع منها الهواء بالعصاية كده بتاعة الشيش طاووق. وبعد كده هدخلها في الرف الوسطاني. هتطلع عندي بعد ساعة بالشكل ده. بعمل لها اختبار وهي لسه في الفرن، من النص كده بلاقيها استوت خلاص. بقفل عليها الفرن، وبعد كده بسيبها حوالي 5 دقايق في الفرن بعد ما اطفيه. وبعد كده هشيل الوش اللي عليها ده واقطعه الكيكة بعد ما تبرد خالص. انا الوش ده هستخدمه في تزيين الكيكة. هسيبه على جنب دلوقتي، وبعد كده هبتدي اقطع الكيكة. اقطعيها على 2 او على 3 براحتكم. هي السكينة في الكيكة بس هي مش باينة، بس انا بلفها كده وهي السكينة في قلبها من جوه، وبحركها كده وبقطعها كده بالشكل ده. شايفين الكيكة عاملة ازاي؟ ما شاء الله حلوة جدا وطرية وتحفة. لونها حلو قوي وطعمها تحفة من قبل ما اعمل فيها اي حاجة. عندي ده بقى الوش اللي انا شلته من فوق. انا هطحنه كده في الكبة، او ممكن تعملوه بايديكم براحتكم. انا طحنته في الكبة كده عشان ده انا هزين بيه الكيكة. هيبقى عندي بالشكل ده كده. شايفين لونها تحفة. عندي بقى هعمل الكريمة. انا هعملها مختلفة شوية عن الطريقة الاصلية. الطريقة الاصلية بتتعمل بزبدة وسكر وجبنة بس انا هضيف النهاردة الكريمة، ليها كريمة. عندي كريمة وعندي سكر بودرة وعندي زبدة. لو انتوا هتعملوا السكر البودرة في البيت، فكل كوباية سكر بتاخد معلقة نشا كبيرة. وبعد كده حطيت السكر. انا استخدمت 4 كوبايات سكر، وحطيت عليهم كوباية جبنة كريمي اي نوع انتوا حابينه. انا استخدمت جبنة كيري، وممكن تستخدموا اي نوع جبنة انتوا حابينه. وبعد كده هضربهم مع بعض. ولو انتوا هتجيبوا السكر من الهايبر مثلا او من السوبر ماركت، فهو بيبقى متضاف له نشا. اما لو انتوا هتطحنوه في البيت، فضيفوا لكل كوباية معلقة نشا كبيرة.
وبعد كده هضربهم مع بعض كده كويس. وبعد كده هضيف الزبدة، عندي كوباية زبدة بدرجة حرارة المطبخ. وبعد كده هضربهم مع بعض. وبعد كده هضيف كوباية كريمة، الكريمة طالعة من التلاجة ساقعة. وهحط شوية فانيلا، نص معلقة صغيرة، وهضربهم مع بعض كده. وحاولوا ما تزودوش في الضرب بعد ما تحطوا الكريمة عشان ما تفصلش معاكم. هضربها بس لما كل المكونات تتجانس مع بعض كده. ولو في اي حاجة بقى في الجنوب كده بعملها بالمعلقة، وبرجع اضربها ضربة خفيفة تاني، وبعد كده بتبقى الكريمة جاهزة معايا. هتبقى عندكم بالشكل ده كده، ده قوامها. وما بدخلهاش التلاجة، انا بعمل على طول في الكيكة بتاعتي. بعد كده بقى هحط الحاجة اللي انا هحط عليها الكيك، طبق بقى اي حاجة براحتكم. وهحط عليها حتة كريمة كده عشان الكيكة تثبت. وبعد كده هبتدي بأول طبقة، انا عملت 3. وكل طبقة كده هسقيها بشربات خفيف كده. وبعد كده هحط الكريمة. وهحط طبقة كيك تانية. وهسقيها برضو بالسيرب الخفيف. وهحط كريمة. وبعد كده هحط اخر طبقة، اخر طبقة كيكة معايا. انا خليتها الحتة المسوية اللي تحت دي عشان يبقى الوش مساوي كده. وبعد كده برضو هسقيها شربات خفيف كده. وبعد كده هحط كريمة. وهحط بقى على الكيكة كلها من الجنوب كده بالشكل ده. بعد ما بحط الكريمة على الكيكة ببتدي بقى اظبطها كده وامسحها بأي حاجة بقى عندكم، بسكينة، بمسحة التورتة، اي حاجة براحتكم على قد ما تقدروا، يعني حاولوا تظبطوها. وهعمل وشها كده والجنوب. وعشان تبقى اريح دخلوها التلاجة ساعة وارجعوا اشتغلوا فيها تاني بعد الطبقة دي كده. بعد ما تعملوها كده دخلوها ساعة وارجعوا اعملوها تاني. انا دخلتها سبتها في التلاجة ساعة وبعد كده رجعت عملتها تاني كده بالشكل ده. ده بعد ما دخلتها التلاجة وطلعتها تاني. هبتدي اظبط شكلها كده على قد ما اقدر كده، واسويها كده بالشكل ده. واي زيادة بشيلها. وبعد كده جنبي طبق مية بحط فيه الحاجة اللي انا بمسح بيها التورتة، بغسلها فيها وبرجع اسوي بيها تاني، بتبقى اسهل معايا. وده شكلها بعد ما عملتها. وبعد كده هزوقها بقى بالكيك اللي انا شايلاه، اللي انا كنت ضرباه في الكبة بالشكل ده كده. بقى اعملوا اي شكل انتوا حابينه. انا هحط بالشكل ده كده على الجنوب وعلى وشها برضو. انا هنا كنت مفكرة ان الكاميرا كانت شغالة بس للأسف طلعت مش شغالة. انا بس عملت شكلين كده بقطعت القلوب كده، عملت قلبين كده. ودي اللي انا هحطها على الكيكة من فوق، هوريها لكم دلوقتي كده بالشكل ده. وحطيت على وشها برضو شوية كيك كده، وحطيت بس القلبين اللي انا عملتهم كده. بقيت عندي بالشكل الجميل ده، شكلها حلو قوي قوي. شايفين ما شاء الله تحفة. وطبعا بقى زوقوها بالشكل اللي انت تحبوه. وبس كده طلعت عندي الكيكة الخطيرة دي، بجد طعمها تحفة. وبعد كده بقى هقطعها هوريها لكم من جوه عاملة ازاي. وانتوا بتقطعوا بقى ابقوا امسحوا السكينة بمنديل عشان ما تقطعوش ويجي الكريم على الجنب التاني كده. شوفوا بقى الكيكة عاملة ازاي من جوه، خطيرة بجد، روعة، طعمها رهيب.
حلوة جدا جدا، اي حد هيدوقها بجد ايه ده، طعمها حلو جدا جدا. شايفين عاملة ازاي؟ طبقات خطيرة، طعمها رهيب يا جماعة، بجد رهيبة. شوفوا الكيكة طرية قد ايه، طرية جدا. شوفوا الكيكة دي هتنفع لأي مناسبة، عيد ميلاد، عيد الحب، أي حاجة، بجد تحفة خطيرة جدا جدا. جربوها وأتمنى وصفاتي تكون بتعجبكم، واكتبولي في التعليقات ايه رأيكم فيها، واستنوني إن شاء الله في فيديو جديد. أشوفكم على خير بإذن الله، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا له مشاركة. أشوفكم على خير بإذن الله.